النهارده كان في ماتش غريب جدا. اوبا. ماتش مصر والجزائر اللي اتلعب في دولة الامارات. تددونا كباتن ولا ايه؟ الغريب في الماتش ده حاجة عجيبة جدا، اقعد وانا فاهم. انه المصريين كانوا بيلعبوا 10، ده صعب قوي. ولكن من المرات القليلة اللي اشوف المنتخب المصري طمعان قوي في الماتش. فعلا ربنا قادر على كل شيء. وعايز اقول لحضراتكم ان التشكيل اللي موجود النهارده تشكيل معلمين. اشمعنى بقى؟ يعني اللي بيلعب في الملعب ده معلمين كلهم. يا ابن اللعيبه عملتها ازاي دي؟ بتتكلم بقى على صلاح وعلى النني وعلى تريزيجيه يعني كله، ومصطفى محمد وحمدي فتحي، كل اللعيبه، والشناوي القائد. عمليه بسيطه يا رجاله. بسيطة؟ امال بتستعين بالمحترفين ليه؟ صحيح. معلمين، يعني انت عندك منتخب منور بطريقه غير طبيعيه. عليك سرعة بدينة تتحسد عليها والله العظيم. وهاني لغايه اما اتطرد، انا رايي انه، وزيزو طبعا زيزو. الله أكبر عليه، بقى أشطر مني، التلميذ تفوق على أستاذه. ورايي انه هاني ما كانش يستحق الطرد، يعني كان انذار كان يبقى كافي قوي. امان عليك يا راجل، لو شفته تقفلي عليه. المصريين النهارده كان عندهم حافز كبير للعب، حافز ايه يا استاذ عفت؟ انت عندك محفز يعدل برج بيزا المايل. واللي خلى الماتش جميل حاجتين، انه كانه نهائي افريقيا. ايه رايك يا باسم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الحاجه الثانيه الجمهور المصري الجزائري، اللي هما الاثنين قاعدين مع بعض. اللي بيعمل ابوك ده مش حب، ده تلزيق. عندنا منتخب جيد جدا، عندنا مجموعه من اللاعبين فاخره. ما كفايه افواره بقى. صلاح وقدراته وتمريراته واسيستاته، كان بعت واحده لعمر مرموش في نهايه المباراه، كان خلاص هتخلص الحكايه، وكان المصريين يكسبوا 2-1. طب ما تتحميش قوي كده عشان مش عايز اتكلم. لا اتحرق براحتي في ايه؟ ما انا لو اتكلمت هفضحك. وطبعا الكوره دي ليها سحر غريب جدا. هتقول لي ليه؟ لا ما نفسيش ومش عايز. اقول لك انه كل الناس اللي اتفرجت على الماتش، جوه الماتش وبره الماتش وعلى السوشيال ميديا وبتاع، ما لقيتش واحد قال لك ايه ده، هو ده وقته، انتوا بتتفرجوا على كوره، انتوا مش حاسين؟ مفيش حد كتب كده. انا ما اقدرش اتجاوز حدودي. الكوره بره السياق، بره الموضوع. احنا بنهزر يا عبد العزيز. كوره مصر والجزائر، ماتش متحدد يتلعب. ادي الجون الجميل اهو، كان حاجه عظمه. والجون على فكره اللي دخل في الشناوي ما يتجابش. يا هباد اسكت.